السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل أكلة جديدة كده مع بعض. هنعمل الحمام الكذاب بالبانيه. ماشي. طبعا هتروحوا للجزار، هتقولوا له عايزين نص كيلو او كيلو، على حسب ما انتوا عايزين. بانيه منديل، هو بيقطعه لكم بالطريقة دي، بيقطعوه بالطريقة ديت. ماشي. آه، ادقيه بقى، هو يعني سميك شوية، فأنا هدقه بإيد الهون أو بالمدققة لو عندك. هدقه وارجع لكم تاني. انا جبت كيس كده بتاع اللبن اهو، وهفرده كده على الرخامه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط حته البانيه كده، وبايد الهون كده. بالراحه بس عشان ما تقطعهوش وتهريه. هنعمل بقى كله بالطريقه ديت، وارجع لكم تاني. كده يا جماعه بقى، بعد ما دقيناه وغسلناه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بصلايه مفرومه، ومعايا طماطمايه مفرومه برضو مبشوره يعني، ومعانا معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر، ربع معلقه صغيره كزبره ناشفه، ونص معلقه سبع بهارات. وهنسمي بالرحمن كده، وهننزل بالحاجات دي كلها كده. ومعانا هنا بقى صويا صوص. ومعانا هنا بقى صويا صوص، هنحط شويه كده زي معلقتين بس كده. وهنتبل بقى البانيه بتاعنا بالخلطه اللي احنا عملناها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحطه بقى في التتبيله دي شويه كده في التلاجة قبل ما نعمل الرز بتاعنا. تعالوا عشان نعمل الرز، يلا مع بعض. الرز بتاعنا كده اللي هنحشي بيه البانيه. معانا كده بصلايه كبيره مقطعينها بالشكل اللي زي ما انتم شايفين، وحطيت هنا شويه من الزيت في الحله، وهنحط معلقه سمنه واحده. هنحمر كده البصلايه. بسم الله الرحمن الرحيم. البصلايه بقى تحمر وارجع لكم تاني عشان الوقت، عشان ما اطولش عليك الفيديو. كده بقى البصله بتاعتنا بعد ما احمرت زي ما انتم شايفين كده. معانا هنا الرز مغسول كويس ومتصفي، ونسمي بالرحمن كده. تيجي كده نصلي بقى مع بعض ونذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد أوراق الأشجار وعدد نقاط مياه البحار. وسلم تسليما كثيرا وأبدا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. هنحط كده شوية، مش كتير، من السبع بهارات. شوية من الفلفل، شوية من الفلفل الأسمر.
هنحيق بقى الملح بتاعنا. نجيب هناخد حوالي كده معلقتين صويا صوص. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط الميه بتاعتنا لان احنا هنسوي الرز بتاعنا 3/4 سوا. طبعا مش هديله ميته قوي عشان عايزاه ايه، مش عايزاه سوا كامل، عايزاه 3/4 سوا بس. هحط شويه صويا صوص كمان عشان بيدي للرز بتاعنا كده شكل حلو. بس كده هيستوي بقى 3/4 سوا وارجع لكم تاني. كده بقى يا جماعه انا طلعت الرز اهو 3/4 سوا، وبقيه الرز انا بسويه. على فكره انا حطيت قرن كده من الفلفل الرومي الاحمر بس ما صورتوش ليكم. كده الرز استوى 3/4 سوا وخليته بيرد شويه في الصينيه، وبقيه الرز بسويه جوه. هنعمل ايه؟ جبنا بصلتين كده قطعناهم كده زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل من ده كده، وقرن فلفل، نص قرن فلفل من الحار. وهنحط عليهم بقى شويه كده، ربع معلقه من 7 بهارات، وهنحط ملح، وهنحط فلفل اسمر، وهنحط شويه من الصويا صوص، وهنحط شويه من الزيت، وعندي كده كيس صلصه هنحط كده زي معلقه، حوالي معلقه بس كده. وهنقلبهم في بعض كده كويس. وادي الصينيه بتاعتنا هنحطهم في الصينيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفردهم في قاع الصينيه. خليكم بقى معايا كده خطوه خطوه. هنركن بس دي كده على جنب. معلش على الصوت، حقكم عليا. نجيب بس صينيه تانية عشان نلف عليها. نشيل دي من هنا دلوقتي. هنجيب كده قطعه البانيه. هنسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنلفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز بقى الزياده اللي بيطلع ده نركنه على جنب. بس كده. نجيب السلكات دي، الخله كده اللي هنقفل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب واحدة كمان ونقفل بيها كده عشان الرز بس ما يخرجش من البانيه بتاعنا. ونقفل من الناحية دي. بس كده. هكمل بقى الكمية كلها وارجع تاني اقول لكم هنعمل ايه عشان وقت الفيديو. كده يا جماعة بقى بعد ما حشيناهم كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل قطعة كده صغيرة مش هتنفع حاجة، فانا قطعتها كده واحطها كده تستوي مع البصل، لان البصل ده طبعا بنغمس بيه كده ميبقاش مش بيترمي يعني.
كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنرص كده في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. اغسل ايدي بس ثانية واحدة. بعد ما رصيت في الصينية كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا حطيت شوية مية مع الحاجات اللي حطيتها معانا كده. ورق الفويل ده هنعمل ايه؟ هنغطي الصينية، هنقطع كده حتة على قد الصينية عشان يستوي حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. وهنولع الفرن من تحت، بس مش هنولع الشواية، هنولع الفرن من تحت كده لغاية ما يستووا. وبعد ما يستووا هرجع معاكم نكمل مع بعض هنعمل ايه. كده يا جماعة بقى انا خرجت الصينية كده بسم الله الرحمن الرحيم، طلعتها من الفرن اهو. تعالوا بقى نشوف الخلطة اللي هنعملها فيها عشان نحمرها في الفرن. تعالوا نشوف الخلطة مع بعض. كده يا جماعة بقى ما هنحط كده شوية من الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط شوية من الصويا صوص، وشوية فلفل اسمر مش كتير يعني. ونقلبهم في بعض كده. طبعا نقلت البانيه بتاعنا كده في صينية عشان البصل اللي هناك برضه هنسويه تاني، برضه هنحطه جنب الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل كده. طبعا ريحتها بقى قلب الشقة، ريحتها حلوة قوي بصراحة. وتغيير في الأكل عشان العيال ما بتزهق بصراحة. فبنحاول كده ان ايه نغير الطرق في الأكل عشان العيال ياكلوا. وهنحطها بقى تحت الشواية تتحمر ونرجع لكم تاني. كده بقى يا جماعة نكون خلصنا. ما شاء الله الصينية بتتكلم يعني عن نفسها. وادي السلطة اللي عملناها. وقولوا لي ايه رأيكم بقى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبنحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.